Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Je vous demande la permission de vous embrasser. Oui. Quand vous rentrez à Phnom Penh. Je ne sais pas, j'attends les instructions, monsieur le président. Vous avez fini avec les Américains? Oui, monsieur le président. Et c'était un pas immense que vous avez pris dans cette lutte et dans cette victoire, monsieur le président. Je pense que cette victoire entre dans la logique des choses. C'était pas prévu peut-être par les computers. Oui. Mais ça a été prévu par je crois, les petits cerveaux des gens du tiers-monde. من القاهرة حيث كان يدرس بالأزهر التحق محمد بوخروبا الرئيس هواري بومدين بصفوف جيش التحرير الوطني بعد رحلة بحرية دامت 35 يوما. في عام 1956 كان نائبا لقائد الولاية الخامسة تحت قيادة العربي بن مهيدي وعبد الحفيظ بوصوف، ثم قائدا للناحية الخامسة في 59، ليصبح بعد ذلك عضوا لقيادة أركان الجيش فقائد الأركان في نهاية 59. بعد الاستقلال عين وزيرا للدفاع ونائبا للرئيس أحمد بن بلة، منصب سيشغله حتى 19 جوان 65 تاريخ عزل الرئيس أحمد بن بلة. سيعمل مجلس الطوع على تحقيق الشروط اللازمة لإقامة دولة ديمقراطية وجدية تسيرها قوانين تحترم الأخلاق والمثل العليا، وبمعنى آخر دولة لا تزول بزوال الحكومة والأفراد. هذا مقطع من خطاب الرئيس هواري بومدين مباشرة بعد 19 جوان. بعد 10 سنوات علق هواري بومدين عن حركة 19 جوان قائلا: Oui, il y a eu le 19 juin. Le 19 juin, pour moi, c'était une sorte de réajustement révolutionnaire. Oui. On a qualifié le 19 juin de coup d'État. Je n'arrive pas à suivre une certaine logique. Parce que les mêmes forces qui ont installé le pouvoir qui a été qualifié avant le 19 juin de pouvoir socialiste, ce sont ces mêmes forces qui ont pris leur responsabilité le 19 juin pour apporter un correctif. L'Algérie avait besoin d'autre chose, avait besoin d'ordre, avait besoin de discipline, avait besoin d'une grande remise en ordre, d'une restructuration, d'une unification, d'un regroupement de toutes les forces révolutionnaires. Elle avait besoin, cet État jeune avait besoin aussi d'une certaine moralité pour pouvoir s'imposer en tant qu'État. استراتيجية الرئيس الراحل هواري بومدين كانت بناء دولة جزائرية عصرية على أساس المركزية الديمقراطية التي تجسدت أول ما تجسدت عبر المجالس الشعبية البلدية والولائية، معتمدا في ذلك على الشرعية الثورية في انتظار اكتمال قوانين وهياكل الدولة الجزائرية عام 76 وصولا إلى الشرعية الدستورية. مشروع بناء الدولة الجزائرية يمكن وضعه اختصارا تحت عنوان الثورة الاشتراكية. نادينا ببناء ورفعنا شعار بناء دولة ديمقراطية ذات أسس شعبية. الدولة هذه هي في طريق البناء، وصرحها يتقوى ويزداد يوم بعد يوم. نقول للشعب الجزائري كله كما انا راسه خشين، يعني راس عنتري هذا هو بومدين القائد عاش كما تعيش الأشجار العملاقة اللي أصلها ثابت في الأرض وفرعها في السماء.
ومتى أيضا كما تموت هذه الأشجار العملاقة، لأن الأشجار العملاقة تموت أيضا واقفة. بومدين اللي بدا كما قلت لك تقريبا مكروه ولا الناس ما كانش هذا كملها كيفاش الناس بكاوه ويا با جو برون اون كونسيديراسيون ان جوجمون دان تيب اللي نعرفوه ما يجاملش وما يعرفش المجامله خلاص. سي بودير اللي قال انا الوقت اللي شفت الناس تبكي بومدين انا حليت لو باريس. وقال كلمه اخرى من بعد، قال مكتوبه في الصحافه نعترف بين من الناحيه الاقتصاديه والثقافيه بومدين عنده ان بيلان بوزيتيف. الى في دي ريزيرف، قال عندي ان بو ديزيكيليبري. وزاد قبل ما يموت الله يرحمه كان خطب ويقول تقريبا سي كوم سي ديزي الناس كانت تغلط فيا، قال انا كي شفت بعيني لقيت فيه دي شوز اون ايتي فيت دون سو بيي وفيه اطارات. احنا ولينا حتى الجزائريين جاعوا لما بقاو في الخبات وهذا. بودير قال انا نشهد بين فيه ناس مخلصين. Donc je ne peux pas donner un témoignage beaucoup plus important de quelqu'un اللي هو les pères de la révolution ومعروف ما يجامل حد. ولماذا هذا الراجل اللي قضاه شبابه وحياته كاملة في النضال لسبيل الحق لسبيل البلاد، ويعني يجي وقت النهار اللي مات التاريخ نتاعو واسمه قطعوه خلاص. ما عندنا نحتاجوا نسمعوا كلمة هواري بومدين. كل ما يذكروش المطار يقولوا مطار هواري بومدين راح، كأنه لا ناضل لا جاهد لا خدم لا دار. يسألوا حتى مجاهدين بسطاء، سألوا حتى ناس كتبوا تاريخ على الناس كل. والراجل اللي كان مسؤول واحد من المسؤولين العظماء الأولين للتاريخ الناس كل تعرفوا التاريخ كل تعرفوا، يعني نقروه ودفنوا له يعني التاريخ نتاعو. ونقول يعني التاريخ ما يتدفنش، التاريخ يطول وينوض يحيا ويجي. الديمقراطية التي مورست كانت إذن بمفاهيم مختلفة ورؤى مختلفة، ولذلك كان الاختلاف بين الرفاق. كانوا 26 يوم 19 جوان 65 وأصبحوا 8 يوم 27 ديسمبر يوم وفاة الرئيس الراحل هواري بومدين. الخلافات بين الرفقاء في هذه الوقفة. أنا يظهر لي إذا نحب يعني بكل نزاهة ووضوح وبطريق سريعة نقول أن النقط الأساسية اللي تبنى عليه التغيير الأولى قراءة في فلسفة الثورة. أن الثورة في الجزائر انطلقت ضد حكم الفردي ألا هو مصلي الحاج في حركة الانتصار، والثورة تبنت على فكرة قيادة جماعية. نعم، قيادة جماعية. وقلنا أن انحرفت الثورة قبل 65 إلى حكم فردي، نخليها للمؤرخين يحكموا عليها. ولكن الشيء اللي نقول من الآن الحقيقة أن إذا الطرح كان صحيح ولكن في التطبيق ما طبقناش. هي الحقيقة فتنا من حكم فردي إلى حكم فردي. أنا لو تسألني بكل بساطة وسألوني البعض قالوا لي أنت كنت في عهد الأول عهد أحمد بن بلة وكنت من أنصار هواري بومدين وكنت في مجلس الثورة. بالبعد التاريخي تاعك الآن كيف تميز هذا المرحلتين فيما يخص أسلوب الحكم؟ يعني الحكم الفردي كان موجود، وكي يقول بني ويوي بني قردبو معناها التهمة ماهيش موجهة لا لبن بلة ولا البومدين. التهمة والانتقاد موجه للجماعة كلها، لأن إذا شخص
وهذا شيء طبيعي. إذا شخص شيئا فشيئا انزلق إلى حكم فردي، هذا ما إلا نتيجة تنازل الآخرين في القيادة، كي يتنازلوا من مسؤوليتهم شيئا فشيئا. هما في القيادة من حقهم يعني في الحقيقة يحاربوا هذا الانزلاق. وإذا تكلمنا تهمنا بن بلة على حكم فردي ولا بومدين على حكم فردي، نقول احنا شركاء. عن قصد الصراعات هذه الحمد لله كانت بتقات الفوق المستشفى. نقدر نتكلم على أمثلة كثيرة جدا، لكن هذا ما هوش وقت، هذه مسألة نخليها للتاريخ، لأن التاريخ لانشعارنا كان من اليوم الأول لما وقع هذا الحدث وهذا التغيير في البلاد، هو أن نوحد. نحن نوحد ولا نفرق. نحن نوحد ولا نفرق. إذا كان يكون تجمع لازم يكون تجمع على أساس مقاييس. تجمع إذا كان يكون تجمع لازم يكون على أساس مقاييس، ماهوش مقاييس جهوية، ماهوش مقاييس نتاع الصدقة. صداقة يعني انت حبيبي وانا حبيبك نجتمعوا، كليفاج داميتي ودو ريجيون. هنا لازم اللقاء او الالتقاء يكون على اساس مقاييس ثورية. كان لزاما علينا ان نفرض الامن والاستقرار في البلاد، لانه بدون امن وبدون استقرار فكل أعمالنا تبقى مهددة وعرضة لأي هزة داخلية ولأي عمل فوضوي ولأي مغامرة يقوم بها أشخاص لا يفهمون شيئا. هناك خطر، والخطر هذا بدأ بالخصوص يظهر لما المشاكل الكبيرة انتهت، لما الاستقرار أصبح عم البلاد، لما الأمور بدأت تنظم أكثر. يعني نوع من الروح البرجوازية. ما تقدروش تقولوا لي بلي ما كانش هذه نوع من الروح البرجوازية بدأت تظلل على الإطارات. لا نتكلم على لابد أن نعمل الملاحظة. إياكم وإياكم من هذه النزعة. إياكم وإياكم من هذه النزعة. قررنا ابتداء من هذا اليوم باش ناخذ 51% من الشركات الفرنسية. ثانيا قررنا تأميم الغاز الطبيعي الموجود في الصحراء. ثالثا هذان الهدفان المنطويان تحت الثورة الاشتراكية كان يستلزمان استرجاع الثروة الوطنية، مسيرة شرع فيها منذ عام 65 بتأميم قطاع المناجم وصولا إلى تأميم المحروقات في 24 فبراير 71. ثالثا قررنا تأميم النقل البري، يعني كل الأنابيب اللي هي خارجة من الآبار هذه تصبح ملك متاع الدولة، لأننا عزمنا ومن اليوم الأول باش نعطي محتوى حقيقي لهذا الاستقلال الوطني، حتى لا يبقى هذا الاستقلال شعار أجوف وكلمة بدون معنى وبدون محتوى. هذه العملية كانت عملية صعبة، وكانت آخر ضربة لهذه القلاع الاستعمارية في البلاد، وآخر قيد أقطعناه
اهتمامات الرئيس الراحل في المجال الاجتماعي والثقافي تركزت حول ديمقراطية التعليم والطب المجاني. لما نتكلم على الشباب يحق لنا اليوم باش نفتخر بين الخمس نتاع الشعب وفي 10 سنوات وشوية اليوم راه في المدارس. الخمس نتاع الشعب 3 ملايين نتاع الأطفال اللي راهم اليوم في المدارس، وهذا هو المستقبل كذلك. عن الإسلام يقول الرئيس هواري بومدين: الإسلام نهار جاء أول ما عمل هو كسر العبودية. إن كانت العبودية موجودة في الإسلام أول ما جاء ضرب هذيك العبودية اللي كانت موجودة وحارب الفكرة نتاع الاستغلال، وحارب الفكرة نتاع الاستغلال. وفيه أمثلة كثيرة. عمر بن الخطاب نهار كان يمشي للسوق ما كانش يرضى حتى الناس يهزوله القضية نتاعو، كان يعتبر هذيك إهانة واستغلال، واستغلال للمسلم من طرف أخيه المسلم. الإسلام هو مسؤولية المجتمع على بالنسبة للفرد. الإسلام هو تقسيم الثورة على كل أفراد الشعب، وخصوصا على الفقراء. موش ينتظروا يطلبوا لأن عندهم حق. إذا كان فيه فقير فهو نتاج ظلم ونتاج تركيب طبقي، تركيب استغلالي للمجتمع، وإلا ما كان يكون فيه الفقير. استراتيجية التنمية في عهد الرئيس بومدين كانت تعتمد على مبدأ التوازن الجهوي. كان يلح على أن تستفيد كل مناطق البلاد من التنمية، كما عمل على إشراك جميع الفئات والقوى الوطنية في التنمية بما فيها الجيش الوطني الشعبي الذي تولى بناء الطريق الإفريقي والسد الأخضر. Aujourd'hui, notre armée construit des routes. Par exemple, l'armée nationale populaire encadre aujourd'hui des milliers de jeunes qui sont en train de construire des routes, une route de 2500 km qui est la transsaharienne. Le fameux barrage vert de 1500 km de long sur une vingtaine de kilomètres de large, c'est-à-dire qui part de la frontière ouest vers la frontière est. 6 officiers médecins donnent des soins aux populations rurales et participent à l'éducation de nos enfants. Donc ils sont partout. Pour nous, l'armée, c'est pas un corps étranger ou qui vit en vase clos. L'armée fait partie de la nation, fait partie du peuple. هواري بومدين كان حريصا على استكمال الأسس القانونية والتشريعية للدولة الجزائرية الفتية، حيث كان يرفض استمرار العمل بالتشريع الاستعماري، فأصدر في 5 جويلية 75 أمرا يلغي العمل بالنصوص الموروثة عن الاستعمار، لتصبح سنة 76 سنة الميثاق، الدستور والانتخابات الرئاسية. الجزائر تدخل مرحلة الشرعية الدستورية. وهكذا تمثل هذه السنة منعطفا جديدا وحاسما على صعيد المؤسسات السياسية، كما أنها سنة فاصلة في ميدان سياسة التنمية. وللمرة الأولى يتولى النواب النظر في ميزانية البلاد، حيث برهنوا في مهمتهم هذه على اهتمامهم باستعمال منطقي وفعال لأموال الدولة. في مجال السياسة الخارجية كان الرئيس الراحل يعترف بخصوصية العلاقات الجزائرية الفرنسية بحكم الظروف التاريخية. أما بالنسبة لعلاقاتنا مع فرنسا بوجه أخص، فإني أود أن أضيف أنه بالنسبة إلينا فإن قلب الصفحة لا يعني محوها. كذلك لا ينبغي أن ينتظر منا أي تنازل حول التاريخ الحقيقي لبلادنا
وحول ما عاناه شعبنا قبل استعادته للاستقلال. وسيبقى تمجيد شهدائنا الأبرار في كل الظروف هو أوكد واجباتنا المقدسة. كما نشطت الدبلوماسية الجزائرية في عهد تميز ببروز حركة التحرر في العالم الثالث والحرب الباردة بين المعسكرين الاشتراكي والرأسمالي. تمحورت سياسة الجزائر الخارجية حول حركة عدم الانحياز التي جاء مؤتمرها الرابع في سبتمبر 73 بالجزائر ليؤكد رغبة أعضائها في عدم الانحياز لأي من المعسكرين ومطالبهم ببناء نظام دولي جديد مبني على التعاون لا على الاستغلال وبعثه الحوار شمال جنوب والتعاون جنوب جنوب، مطالب سيقف الرئيس الراحل هواري بومدين مدافعا عنها أمام الدورة الطارئة للجمعية العامة الأممية التي دعت إليها الجزائر عام 74. فإن هذه التظاهرة التي قدر العالم وزنها وتأكدت أهميتها بمستوى المشاركة فيها تأتي احتجاجا على النظام الذي يتحكم حاليا في العلاقات الدولية وتعبيرا عن رفض قاطع للدور السلبي الذي يراد فرضه على الأغلبية الساحقة من الشعوب. سيد الرئيس، تتسم العلاقات الدولية اليوم إلى حد بعيد بطابع المواجهة الشاملة والمتعددة الأشكال بين قوى التحرر وقوى السيطرة والاستغلال التي تعمد إلى انتهاك الاستقلال كلما تعرضت امتيازاتها للخطر. ومن هنا تتضاعف مراكز التوتر وتتفاقم صراعات جديدة في مناطق العالم الثالث التي تكتسي أهمية استراتيجية كبرى في الوضع العالمي الراهن. القضية الفلسطينية كانت على رأس القضايا العربية في اهتمامات الدبلوماسية الجزائرية واهتمامات الرئيس بومدين. كان يقول: فلسطين هي الإسمنت الموحد والديناميت المفجر، أنا مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. أما بالنسبة لمأساة الشرق الأوسط وبعد حرب أكتوبر التي كانت النتيجة المنطقية والحتمية للسياسة الصهيونية القائمة على العدوان الدائم والتوسع، فإن السؤال الذي ينبغي طرحه اليوم هو معرفة ما إذا كانت إجراءات تسوية حقيقية لهذا الصراع قد بدأت بالفعل، أم أن الإمبريالية تريد مرة أخرى الإبقاء على الوضع الراهن وفرض الأمر الواقع على المنظمات الدولية والرأي العام العالمي. والواقع أن الخيار واضح بين، فإن سلام دائم يمر حتميا حسب ما سجله مؤتمر عدم الانحياز بالجلاء التام عن جميع الأراضي العربية المحتلة وباستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية، وإما الاستمرار في اللجوء المناورات والخداع والتسويف لكل ما ينتج عن ذلك من إهدار بحقوق الشعوب وتأجيل الحلول وإبقاء الأوضاع المتدهورة. ومن البديهي في هذه الحالة الأخيرة أن الأرضية ستكون مهيئة لاندلاع حروب أخرى تزداد نتائجها خطورة على السلم والأمن الدوليين، خصوصا إذا كانت آفاق التسوية غير مطابقة لمطامح الشعوب العربية والشعب الفلسطيني. إن خطورة هذه القضية تجعلنا نستبعد لها أي حل شكلي، كما أن تصعيد المعركة أو الذي سيؤدي حتما إلى الحل الجذري الحقيقي الذي يضع حدا للاضطراب في المنطقة ويحق الحق ويقضي نهائيا على الظلم والعدوان. الشعب الفلسطيني هو الذي يجب عليه أن يلعب الدور الرئيسي في المعركة ضد إسرائيل عن طريق حرب العصابات واستخدام أسلوب الثورة الشعبية، وهذا الأسلوب هو الذي سيؤدي إلى تفتيت المجتمع الصهيوني
وسيعجز جيشه بطائراته وصواريخه ودباباته أمام حرب التحرير الشعبية التي هي الوسيلة الوحيدة بالنسبة للفلسطينيين لتحرير الأرض السليبة ورد الاعتبار والاحترام والكرامة العرب. هذا إلى جانب قضايا العالم الإسلامي، حيث برز دور الجزائر في مبادرة الصلح بين إيران والعراق عام 75 التي وقعها صدام حسين وشاه إيران أحمد رضا بهلوي بعد جهود مبنية للدبلوماسية الجزائرية. قضايا تصفية الاستعمار في إفريقيا والعالم الثالث نالت حيزها في فكر وسياسة الرئيس هواري بومدين. مهما يقال عن فترة حكم الرئيس هواري بومدين بين مؤيد ومعارض، فالثابت هو أنه كان صادقا في مساعيه التي لقيت تجاوبا شعبيا واسعا. هناك من رأى في اختيارات الرجل المخرج مما كانت فيه الجزائر، وهناك من عارض فصنف في خانة الثورة المضادة وتعرض للاعتقال وحتى التعذيب. التعرض لفترة حكم الرئيس بومدين غير ممكن دون الأخذ في الاعتبار المعطيات الداخلية والخارجية التي ساهمت إلى حد كبير في رسم معالم اختيارات الرجل وبالتالي توجهات الجزائر. الشيء اللي خدمناه هو في